أهلًا بيكم حبايب قلبي عاملين إيه؟ أهلًا بيكم في قناة التاروت وأسراره. النهارده معانا سؤال حلو أوي، حبيبك اللي في البُعد طبعًا قراية المنفصلين إحنا على طول بنحب نقراها، حبيبك اللي في البُعد عنك، اللي بعيد عنك بيغير عليك، يعني لو نزّلت story معيّن وفي الخصام بيغير عليكِ، دماغه بتروح لحتّة كده. لو بيّنتِ نفسِك في كافيه معيّن، بيّنتِ نفسِك في عربية معيّنة، في غيرة، إن في طاقة غيرة حتى في البُعد كده. تعالي نهكّر طاقته ونشوف الحتّة دي كده، عشان الستات بتحب أوي الحاجات الحلوة دي، اللي هو بيغير عليَّ بالرغم البُعد كده تعالوا إحنا نشوفها. معانا النهارده قرايتين، معانا مجموعتين، المجموعة الأولى والمجموعة التانية، بالأحجار طبعًا وبالحروف، حروف اسم الشريك، الحبيب البعيد. يالّا بينا عايزين نشوف كمان طاقته وطاقتك والطاقة المشتركة بينكم أنتم الاتنين. وسؤالنا الأساسي النهارده، هو في البُعد غيران عليَّ والّا أنا مش فارق معايا حاجة من الأساس؟ يالّا بينا، معانا المجموعة الأولى والمجموعة التانية بالحجر الجميل دوّة. طبعًا طاقته حلوة برضه، طاقته حلوة. الحجر البني معرّق كده ببيج، مخطط ببيج. دي القراية الأولى، المجموعة الأولى، حروف المجموعة الأولى. س، ج، واو، ن، ق، ز، س، ظ، ض، ب، ج، ل، د، ح. دي حروف المجموعة الأولى، حروف اسم الشريك. حروف المجموعة التانية بالحجر البيج ده، فاتح كده، حلو برضه، طاقته جميلة. حُط طاقتك، يالّا بينا. أ، ت، خ، ص، ك، ش، ف، ي، ه، ر، ط، م، ذ، ع. اسم الشريك طبعًا. حُط طاقتك، أظن الأحجار أهيّة والحروف أهي. هاسيب لكم برضه الحروف في صندوق الوصف. وطبعًا ما تنسونيش بقى بكومنت حلو كده ودعمكم الحلو اللي بيوصل لي. وطبعًا إحنا معانا ديّة قرايات عامة مش قراية خاصة. واللي حابب قراية خاصة يتواصل معايا طبعًا، أنا هابقى أسيب لكم الأرقام. يالّا بينا، أظن كده أنا سِبت لكم ثواني للاختيار. يالّا بينا أصحاب المجموعة الأولى. عايزين نشوف طاقته هو الأول. يالّا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. دي المجموعة الأولى، طاقته هو. بسم الله الرحمن الرحيم. يالّا بينا نبدأ طاقته، بسم الله. كاتم على مشاعره في الوقت الحالي، طاقته عِند، طاقته غرور، طاقته تكبُّر، طاقته مش مُريح. بيراقبك، يا فرحتي بتراقبني. كاتم على مشاعرك، مغرور، مش عايز تتكلّم، متعلّق في العلاقة. مش عايز تاخد لي خطوة لحد دلوقتي. عيني فيه وارجع أقول لأ، أبقى عايزة آجي أكلّمِك وبعد كده أرجع أقول لأ. دي طاقته، باختصار دي طاقته. كاتم على مشاعره، مش عايز يبوح بكلام، بالرغم إن جواه حُب، بالرغم إن هو بيحبِّك، بالرغم إن هو لسه متعلق في العلاقة، متعلق بيكِ، مش عايز يبعد، مش عايز يمشي. بس مغرور، طاقة غرور، طاقة تكبُّر، مش عايز ييجي يتكلّم. خايف منِّك على فكرة، خايف منِّك. ممكن يكون سبب كل الحاجات دي خوفه منِّك، يعني عارفين أنتم إن أنا مبيّن إن أنا أهو، بس أنا خايف. وطبعًا ده اللي وضح لنا دلوقتي. تكبُّره ومسكنه على مشاعره بسبب خوفه منِّك. مُقيّد لسه في العلاقة، وطبعًا ده كارت بيرُد على ده. مُقيّد في العلاقة، مش عارف يمشي منها، مش عارف يبعد عنها. متمسك بعلاقتِك داخليًا بينه وبينه، لسه ما باحش، لسه ما اتكلمش، لكن هو داخليًا مقيد بالعلاقة. بيراقبِك كتير، بيبُص عليكِ كتير، نِفسه يرجع يتواصل معاكِ تاني ويتكلم معاكِ تاني ويهدّي الأمور اللي بينكم. بس طاقة التكبُّر والغرور لسه ماسكاه شوية. عايز ييجي يتواصل معاكِ للمرّة المليون، يروح وييجي، يروح وييجي، اللي هو باقدّم خطوة وبارجع تاني أقف في مكاني، أقدّم خطوة وارجع تاني واقف في مكاني، مش عايز آخُد خطوة جدية، مش عايز أنفّذ. كاتم على مشاعري، قاعد وماسك قلبي بين قلبي وعقلي بيرفض وحاطط حاجات تحت رجليّا، مش هاخطّي، يعني عارفة أنتِ لحد إيه. متمسك كده مع نَفْسه وماسك على مشاعره. يا عم ماشي، إحنا كده، كده جايين معاك لمّا نشوف إيه دماغك، إيه اللي في دماغك يعني، هتروح مننا فين. الطاقة المشتركة هتوضّح لنا أكتر وأكتر. يالّا بينا نشوف طاقتك أنت. قُلت لِك طاقته اختصارًا فيها تكبُّر وغرور وخوف منِّك. برج القوس، برج الأسد، برج الميزان، برج العذراء. لو في أبراج تانية قابلتني هاقولها لكم. ومش شرط برضه كل الأبراج تطلع يا جماعة، لإن إحنا في قرايات عامة، أنا مش بنقرا دلوقتي قراية خاصة لحد مع حد، أنا قرايات عامة
لملايين الناس بتسمعني. تخيلوا بقى طاقات ملايين الناس بتسمعني في الوقت الحالي. يلا بينا طاقتك انتي. طاقتك انتي بتقولي له انا زعلانه منك، انا سبت لك الدنيا ومشيت، انا خليتها، انت خليتها تخرب وانا طوعتك ان هي تخرب. بالرغم ان انا بحب وكان نفسي الامور تمشي بلم الشمل وبالبيت والاسره. انت بتحبيه جدا، انت نفسك ان البيت يرجع تاني يبقى زي الاول. انت بتلوميه، انت بتقولي له ليه ما يبقاش في حياتنا كلها فرح ومناسبات. انت بتلوميه، انت بتقولي له انا قاعده مستنياك، انا لحد دلوقتي مش عارفه اتخطاك، بالرغم ان انت تعبت لي اعصابي وانت دمرت الدنيا وانت خليتني رميت لك العلاقه ومشيت. انت يعني عقلك دلوقتي اللي بيتكلم. بتقولي له كمان انا دنيتي مش مكتمله، انا فرحتي مش كامله. بتقولي له انا يومي مش بيعدي، انا مش عارفه اعيش من غيرك. برج الحوت طلع لنا. بتقولي له انا مش عارفه اعيش من غيرك، انا متدمره في بعدك. بتقولي له انا تعبانه، زرعت واجتهدت وعملت ونفسي الاقي ثمار للحب للحب الجميل ده، لكاسات الحب اللي انا قدمتها، لايدي الحب اللي انا مديتها. انت فعلا بتحبيه، انت بتحبيه حب كبير كبير كبير. انت برضو بتقولي له انا ملكه وقاعده مستنياك، انا مش عايزه اضحي بالعلاقه. زعلانه كمان، بتعاتبيه عتاب كبير. انت في بين السطور كلام كتير صعب قسما بالله. بين السطور بين كارت والكارت سطور كتيره كده بتتكلمي وبتحكي له، يعني بتلوميه لوم. طاقتك كلها لوم، طاقتك كلها لوم ليه. مش مبسوطه انت على فكره. يومك صعب، يومك مش بيعدي، ولا نهار بيجي ولا ليل بيعدي. انت مخنوقه، عارفه المخنوق اللي عايز يصرخ. انت طاقتك فيها صرخه. دي الطاقه طاقتك انت. ايه حكايه الطاقه دي؟ طب تعالي احطك كده بدل انت عايز تنزل. الطاقه المشتركه بينكم. بصي والله اظن الصور جت قدامكم، يعني انا ما عملتش حاجه. هوضح لكم. انت في انتظاره، انت قاعده مستنياه، انت مش عارفه تسيبيه. وانتوا الاثنين على فكره، عشان دي الطاقه المشتركه بينكم انتوا الاثنين. بصي الطاقه المشتركه بينكم وانتوا الاثنين، ان انت قاعده مستنياه بكاس الحب، وهو كمان قاعد مستنيكي بكاس الحب. الكارت دوت نزل قدامكم وفرض نفسه. انا والله انا فرض نفسه. ما دام فرض نفسه، الكارت اللي بيفرض نفسه لازم ينزل. بتقولي له انتوا الاثنين مستنيين بعض بكاسات الحب، انتوا الاثنين مستنيين بعض ومحافظين قوي. الحب خدي بالك، الحب هنا مقفول، متحافظ عليه. عارفه لما انت تشيلي حاجه في الخزنه الغاليه، اهو انت شايله الحب هنا في الخزنه الغاليه عندك. هنا بتقولوا انتوا الاثنين في انتظاركم لبعض، انتوا الاثنين مستنيين بعض، انتوا الاثنين بتحبوا بعض حب كبير. يعني بصي الكارتين نزلوا ويكملوا بعض، نزلوا بيكملوا بعض. الحب متشال وانتوا الاثنين في انتظاركم لبعض. هنا بتقولوا لبعض اللي فات عايزينه يموت، واللي فات خلاص وعايزين نبدأ مية جميلة عذبة تنفع تتشرب. انتوا الاتنين هنا بتقولوا لبعض احنا الاتنين متعبين، احنا الاتنين دمرنا العلاقة، احنا الاتنين بوظنا العلاقة. مش لشخص لوحده على فكرة. احنا الاتنين بنبصوا على بعض، انتوا الاتنين بتراقبوا بعض، انتوا الاتنين مستنيين بعض في وقت معين تكلموا بعض. بس طاقة المراقبة شغالة. انتوا الاتنين بتبصوا على بعض كتير. بصوا العروض. وفي عروض على فكرة ممكن تكون اتقدمت لك واتقدمت له، بس انتوا الاتنين رفضتوا طبعا، لان ديت قراءات متعددة وحالات كتير وسيناريوهات كتير. يعني هنا انا قدامي 100 سيناريو مثلا. يعني هنا ممكن اقول لك في سيناريو من السيناريوهات ان هو اتعرض عليه ناس وانت اتعرض عليكي ناس. سيناريو تاني طبعا انا عندي علاقات كتير وناس كتير. سيناريو تاني انتوا الاتنين بتبصوا على بعض. سيناريو تالت انتوا الاتنين مستنيين وقت معين. فاهماني؟ فانا عندي في الاخر انتوا الاتنين عايزين بتبصوا على بعض، وانتوا الاتنين عايزين بعض. دي من الاخر يعني. انتوا الاتنين نفسكم في عجلة الحظ ترجع بينكم تاني. والدنيا تروق بينكم تاني. برج العذراء وبرج الجدي وبرج الجوزاء. انتوا الاتنين قلبكم موجوع وقلبكم مكسور، وانتوا الاتنين تعبتوا خلاص بقى. كفايانا بقى. خلينا بقى كده نعيش حياة هادية، حياة كريمة، حياة الناس العاقلة، الناس الحلوة. انتوا الاتنين ديت طاقتكم المشتركة. باختصارا كده نفسكم ترجعوا لبعض تاني، بتحنوا لبعض، في اشتياق بينكم لبعض، ندمانين على اللي فات، مش عايزين اللي فات دوت انكم ترجعوا له تاني. يلا بينا كده سؤالنا بقى الأساسي. هو بيغير عليكي في بعده ولا انت مش فارقة معاه؟ ده السؤال الأساسي اللي احنا بنسأله النهاردة. بيغير عليكي
بس هو ده اللي كان نفسي الكروت تكمل بعضها، عشان طبعا اعرف الم لكم القصه اكتر من كده. طبعا بيبص عليكي كتير وبيراقبك كتير، وطبعا ده معناها غيره. واقف بيبص عليكي وبيبص على كل الحاجه الحلوه اللي كانت بينكم، وبيبص عليكي في التجديدات اللي انت فيها. عارف ان انت حد جميل، بيبص عليكي وبيوصفك بالجمال. هو في الوقت الحالي انت جميله جدا قدامك، هو بيبص عليكي بالحسره، متندم ومتحسر على الجمال اللي كان معايا والحاجه الحلوه والخير وست محترمه نفسها وعارفه قيمه نفسها ومكتفيه بنفسها. قاعد معاه الكاس صولجان الحب، بيقول لك انا الحب ليكي لسه في قلبي موجود. انا قاعد راجل عارف قيمه نفسي وعارف قيمتك انت كمان، لان انت ما ينفعش استبدلك ولا ابدلك. غيرة ايه ده؟ واكل نفسه غيره، نفسه يرجع يقدم لك حاجه تاني ويرضيكي ويتواصل معاكي بسرعه كمان. ده نفسه يجيلك بشغف وبحب. ندم على اللي هو عمله وان هو سابك. متحسر، ده بيبص لك بيراقبك بحسره، ده بيراقبك وغيران عليك مغيره من نار، غيره من نار. نفسه ان الدنيا ترجع بقى تاني كده، وترجع الميه لمجاريها، والدنيا تتعادل بينكم، والحياه تبقى من اول وجديد، تجمعكم تاني على خير. طبعا لو سؤالنا ندم تالت ومتلت عليكي وبيتحسر، واقف بيتحسر، كفاياني الكارت ده رد عليا في سؤالي. بيراقب وبيتحسر وبيبص بحسره، وبصي لمنظره. فكده انا استكفيت قوي 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 بالقرايه، زي الفل. واللي حابب قرايات خاصه طبعا يتواصل معايا. معايا برج العذراء، معايا برج القوس، معايا برج الاسد، معايا برج الحوت. طبعا طلع لي معايا برج الدلو، والدلو تاني يكرر لي. يلا بينا على القرايه التانيه. وقبل ما انهي، على اللي حابب قرايه خاصه يتواصل معايا على 015 5 4 6 6 0 0 6 5 من داخل مصر ومن خارج مصر، على 002015566006 لحجز القراءات الخاصة طبعا. واحنا طبعا قلنا دي قرايات عامة مش قراية خاصة. يلا بينا على المجموعة التانية، أصحاب المجموعة التانية، الناس اللي اختارت الحجر الجميل ده، طاقته حلوة قوي طبعا، والحروف دي. يلا بينا أصحاب المجموعة التانية، عايزين طاقة الشريك في البعد، طاقته عاملة ازاي في الوقت الحالي. بسم الله الرحمن الرحيم. بيفكر فيك قوي، بيفكر فيك كتير. انا بحاول بس لما ارص الكروت كلها اكمل قصتي. بس انا ايه، بحب اول كارت كده اقوله، بريح اللي بتسمعني بتحب كده، لان انا لما كنت بتعلم الطارو كنت بس بحب الحته دي تريحني كده، لان انا من مجانين الطارو على فكره، بعشق الطاروت. الطاروت ده حبيبي، وبينه وبينه قصه كده هبقى احكيها لكم، بس ابقى عندي وقت فاضي هحكي لكم قصه. الطاروت زعل مني في مره في حاجه، وضاع مني وما لقيتهوش، وجبت طاروت تاني لان انا اهملته شويه. دي قصه حب وعشق على فكره، قسما بالله. فهبقى احكيها لكم اكتر من كده. يلا بينا على قرايتنا على طاقه الحبيب. طاقته بيفكر فيك كتير، بيفكر فيك قوي 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 قوي. تعبان من التفكير. شخص ميت في بعده عنك، مش عارف يكمل حياته من غيرك. شايل عبء كده، في ضغط عليه، في ضغط نفسي، شايل هم. بصي كمان كروته مش احسن حاجه خالص. ما بينامش بالليل، شايل هم حاجه، شايل مسؤوليه طبعا الكارثه اللي هو عملها معاك. هنشوف ده كله كده في القرايه لسه. لكن هو شخص ما بينامش بالليل، شايل هم حاجه، شايل مسؤوليات على فكره، في اعباء على ظهره. طريقتك وحشاه، اسلوبك وحشه، انت وحشه عامه، انت كلك وحشه. نفسه يرجع يتواصل معاكي، يديكي حق عنده، انت بتطالبيه بحق كمان، وهو فعلا عايز يراضيكي بالحق ده. شغوف عليكي قوي، بيفكر فيكي ليل ونهار. روحه رايحالك. ما بينامش بالليل، ما بينامش والله، ما بينام من كتر ما هو بيفكر فيكي. الشخص ده ميت، الشخص ده اوعي تفتكر ان هو موجود وعايش ودنيته حلوه. لا، الشخص ده تعبان نفسيا، تعبان جدا، الشخص ده تعبان جدا بكل كلمه بحذافيرها. الشخص ده مش مرتاح، مش مبسوط، مش في احسن حاجه خالص. بيقول عليك ان انت حد جميل وطيب، مش عايز يخسره، هو مش حابب يخسرك. طاقته اختصارا، بيفكر فيكي، بيقول عليك ان انت حد طيب جدا. ما بينامش بالليل، شايل مسؤوليات، تعبان نفسيا. دي طاقته الحاليه. مش عارف يتوازن، مش عارف يعيش. حياته مش احسن حاجه. طاقتك انت اللي بتسمعني، وانت كمان ندمانه على الحب اللي شايفاه بيضيع منك ده. ندمانه على الحب
طاقتك انت في الوقت الحالي برضو انت كنت متهوره وكان ليكي نصيب الاسد برضو او نصيب محترم في ان العلاقه باظت. خلينا برضو صراحه، زي ما هو مشى وكبر دماغه انت كمان ضربتي بعرض الحائط. مش انت مشيت، انا كمان هبوظه لك. كنت متسرعه في قراراتك، عشان كده انت ندمتي. انت ندمتي في الوقت الحالي، كنت متسرعه في قراراتك، ما كنتيش بتاخدي قراراتك بعقل، ما كنتيش بتحسمي امورك. بالرغم ان انت بتحبيه جدا، بس انت على طول بتطالبيه بحقوقك وبتطالبيه بحقوق، وانت متهوره وانت نفسك كنت مبوظه الدنيا. يعني خليني برضو صريحه معاكي، انت عايزه حقك على طول منه، وعايزه 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 وعايزه، بالرغم ان انت برضو كنت مبوظه الدنيا. يعني متسرعه وما بتحسبيش الامور، متهوره. انت ما كنتيش في احسن تفكير يعني. بس بتحبيه، ونفسك منه في مكالمة أو هدية تراضي قلبك، ونفسه إن أنت إن أنت نفسك إن هو يجيلك. بس طاقة ندم ماسكاكي في الوقت الحالي. بتحاولي تتوازني، بتحاولي تعدي أمورك، بتحاولي تظبطي دنيتك وتظبطي حياتك، وقاعدة مستنياه بحب. أنت يعني الحتة الحلوة اللي ليكي إن أنت قاعدة مستنياه بحب. طاقتك حلوة مش وحشة. بس عيبك ان انت كنت متسرعه، ما كنتيش بتبصي للامور وتعقليها. ده عيبك يعني، ده قدامي عيبك الوحيد. دي اللي في طاقتك. الطاقه المشتركه بينكم، انتوا الاتنين غلطتوا غلطة عمركم لما سبتوا العلاقة ومشيتوا. انتوا الاتنين مشيتوا، يعني لا انت ولا هو، لان دي الطاقة المشتركة بتاعتكم. انتوا الاتنين مشيتوا من العلاقة وسبتوها تخرب، يعني اللي هو وفعلا خربت وانهارت. ما هو البرج اهو، برج اتكسر، والحياة البرج ده يعني حياتكم، اساسكم، دنيتكم اللي اتكسرت وانهارت. ليه؟ لا انتوا الاتنين ما سميتوش عليها، انتوا الاتنين ما فيش حد شالها. يعني ما فيش حد شال العلاقة وخلاها متوازنة. لا انتوا الاتنين يلا مشينا. دي الطاقة المشتركة بينكم. انتوا الاتنين نفسكم ترجعوا تاني بحب، انتوا الاتنين محتاجين الحب ده. عايشين في فجوه، برج الاسد، برج الجدي، برج الحوت، عايشين في فجوه. نفسكم ان انتوا تعدوا المرحله اللي انتوا فيها ديت وتتخطوها. انتوا الاتنين نفسكم في لم الشمل تاني، وان البيت يرجع تاني والدنيا تستقر تاني. عايزين ترجعوا لبعض، على فكره بتحبوا بعض. انتوا الاتنين تعبانين في البعد، انتوا الاتنين تعبانين قوي، تعبانين نفسيا، مش مبسوطين. حالتكم دلوقتي مش احسن حاجه. انتوا الاتنين عمالين تراقبوا بعض، بتراقبوا بعض بحب، بتراقبوا بعض قوي. مراقبه ليل ونهار، مراقبه مكثفه على فكره، يعني كل شويه بتراقبوا بعض. انتوا الاثنين عايزين تتواصلوا وتكلموا بعض، انت مستنيه وهو مستنيكي. يعني الطاقه المشتركه بينكم حلوه مش وحشه. ماشي، نحاول نصلحوا الدنيا على قد ما نقدروا، بدل ما هي بايظه كده. طب سؤالنا بقى هنا كده اللي احنا بنسأل عنه، هل الانفصال نهائي بينكم؟ لا سوري، انا اصلا دخلت الخطوط على بعضها. هنا انتوا هو بيراقبك، غيران عليكي في البعد، ولا انت مش فارقه معاه؟ انا بدخل الخطوط لان من بدري عماله بسجل وتعبت. بسم الله. في غيره منه ليكي ولا مش فارقه معاه؟ بيقول لك انت ذكرياتي وحنيني. بيقول لك ما غيرش عليكي ايه، هو نفسه بيكلمك بيقول لك ايه اللي ما غيرش عليكي. ده انت الحنين كله والذكريات كلها والتفكير كله والعقل كله. ده انا مجنون بيكي ليل ونهار، ده انا بفكر فيكي ليل ونهار. ده انت النص التاني اللي بقدم له كاس الحب، اللي مش عارف اتاخر عنه، مش قادر استغنى عنه، عايزه اجيلك جري على جناح السرعه. بيقول لك مهما اكون مخبي على مشاعري، عارف ان انت الست الطيبه الجميله اللي ما ينفعش استغنى عنها. بيقول لك انا في بعدك ميت، انا في بعدك مش عايش، انا هموت عليكي، عايزه ارجع اتواصل معاكي، عايزه اقدم لك حاجه تخليكي تفرحي، عايزه اكلمك في التليفون، عايزه اقول لك وحشتيني، عايزه اقول لك انت مش عارفه استغنى عنك، عايزه اجيلك بسرعه. بقول لك انت كاسات الحب، وانت الحنين، وانت الذكريات. يبقى ازاي ما بغيرش عليكي، وازاي ما بقى مش تعبان نفسيا؟ ده انا من غيرتي ميت. بيقول لك ده انا من غيرتي عليكي ميت. بحاول اضحك على نفسي واتوازن واعمل نفسي ان انا ما معيش حياتي، بس انا ميت. اظن اخر كارتين يعني ما وضحوا لنا الدنيا بما فيها يعني. بيغير عليكي تالت ومتلت، مش قادر ننساكي، مش عارف يتخطاكي، بيحبك. فرفقا بقى ببعض يعني كده. برج الاسد، برج الثور، برج الجوزاء، برج الميزان، برج العذراء.
واللي حابب قرايه خاصه تواصل معايا على 015 5 4660065 من داخل مصر ومن خارج مصر على 0020155 4660065 لحجز القراءات الخاصه المدفوعه. وطبعا اشوفكم على خير، وبرده اكتبوا لي اوراقكم واوراق شركائكم عشان طاقتكم توصلي. اشوفكم على خير، سلام عليكم.